محمد الترك يهاجم زوج ابتسام بطمة بسبب ليلى روز. مرحبا بكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بمقطع فيديو للمنتج البحريني محمد الترك طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة، وهو يحكي عن زوج شقيقتها ابتسام بطمة. وهاجم المنتج البحريني محمد الترك مهندس الديكور الشهير فؤاد قبيبو تزامنا مع احتفال عائلة بطمة بعيد ميلاد ابنته ليلى روز. ونعت محمد الترك في بث مباشر على صفحته على تطبيق تيك توك فؤاد قبيبو بالنكرة قائلا: إنسان بدون قيمة وهو مو مهم بالحياة، نكرة، يمشي يشوف بناته وولاده قبل ما يحط تصاور بنتي. وذلك بعد نشر زوج ابتسام بطمة لصور رفقة ابنة الترك ليلى روز. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.